خارج الميدان يمثل شيء كثير بالنسبه للاعبين الفريق الاولمبي خريبكا، ولا بالنسبه للطاقم التقني ولا الاداري، بحكم انه انتصار جاء على فريق قوي اللي هو النادي القنيطري، وحصلنا على 3 نقاط على الاقل. اننا اطمأننا نفسيا من ناحيه النتيجه، وجاب مجهود ديال اللاعبين اللي كانوا حاضرين في المقابله، والانتصار هذا غادي يعطينا واحد الدفعه نفسانيه، وباش نحاولوا ان شاء الله نسيروا المقابلات القادمه بشيء من الراحه. فبالنسبه لي انا لحد الساعه هذا يمكن شاحتين دايره، ولكن بالنسبه لي انا كمدرب حالي ديال الفريق المكتب المسير ما اخبرني بوالو، وعلمت على اساس انه لا شيء من هذا الشيء، بان الاخ كركاش فهو الان مدرب ديال شباب المسيره، والمكتب المسير ديال شباب المسيره كيتمسك به. بطبيعه الحال كاع على اساس انه كان كركاش في فريق اولمبيك خريبكا، فانا غادي نرحب به اولا لانه صديق ديالي ومن اعز الاصدقاء، ونجاح الفريق لانه نجاح كركاش في فريق اولمبيك خريبكا فهو نجاح ديال الاطار التقني الوطني بصفه عامه. برنامج عادي بحكم اننا جرينا المقابله ديال النادي القنيطري يوم الاحد، واليوم بدينا اول حصه، فعندنا غدا الاربعاء ان شاء الله حصه، والخميس حصه، الجمعه حصه، والسبت غنجريو المقابله ديالنا ديال المغرب الفاسي. نتمنوا ان شاء الله اننا نكونوا في النهار الموعود باش نحاولوا نفرحوا الجمهور الخريبكي هنا في مدينه خريبكا ونحصلوا على الانتصار، واللي يخول لنا التسلق بعد الدرجات في الترتيب. حتى الساعه انت كتشوف محمد هنا فهو كيتدرب مع الفريق بصفه عاديه، دائما حاضر في التدريب ديالو، وكتعرف بان الان علوش فهو بحكم انه الخطا اللي ارتكبه محمد هنا في المقابل فاعطى الفرصه للحارس علوش. حارس علوش الان كان مقابله جيده، وكما كتعرف الفريق اللي كينتصر ما يمكنلكش تعد عليه بعد التغييرات، ونتمنى لمحمد هنا انه ان شاء الله يرجع لصفوف الفريق لا ماشي تقنيا حتى نفسانيا، لان كنتظروا باش انه يعطي هو الاضافه المرجوه للفريق الاولمبيك خريبكا. انا هو اننا الحمد لله حنا راضيين، لا اطر تقنيه لا مكتب لا لاعبين، على الانتصار الديون اللي كان بين القنيطره. فالمساله اللي كنبغي انا نوضحها هو انا كنتمنى على المدربين اللي كيختاروا على الفرق الوطنيه ان تكون عندهم جرأه وتكون عندهم قابليه للهزيمه والانتصار والتعادل. فما يمكنش ان مدرب ينهزم ويمكن يلوح الوسخ كله على اللاعبين. فنتمنى ان الاطر التقنيه الوطنيه تحمل المسؤوليه ديالها في الفرق وتحمل المسؤوليه ديال الخسران، كما انها كتفرح للانتصار والهزيمه. فنتمنى بعض الاطر التقنيه تراجع السياسه ديالها وتراجع التكوين ديالها من الناحيه النفسانيه حتى يتقبلوا الهزيمه.